انا يا جماعه دلوقتي لسه واصل غابه اسمها كويتبو، مش جوه الغابه ولكن انا يا جماعه دلوقتي حوالين منظر بصراحه جامد جدا. انا لسه راكن العربيه بتاعتي دلوقتي لان انا هقضي اليوم بتاعي في الغابه اللي اسمها كويتبو. دي هي في الجنوب، جنوب استراليا يعني في ناحيه الجنوب كده، ناحيه الساوث. انا عمري ما رحت الغابه دي بصراحه، ولكن هي زي ما قلت لكم يا جماعه كل ما بتطلعوا الجنوب كل ما بتلاقوا الطبيعه والهدوء والهواء النقي والغابات والاشجار والكلام ده كله. فانا كنت عايز اوريكم منظر كده حواليا. بصراحه انا دلوقتي حوالين غابه كلها اشجار يعني طويله جدا كده. انا مش متخيل المنظر ده بصراحه. يعني بالليل هيكون عامل ازاي؟ اكيد هيكون رعب 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 رعب. دي اول حاجه جت في دماغي اصلا بصراحه. منظر الغابات هنا يا جماعه في استراليا جامد جدا جدا. زي ما انتم شايفين اشجار عملاقه بصراحه. يعني قدامي هنا انا حاسس ان انا محاط بحاجات ضخمه جدا جدا يعني. وطبعا ما فيش اي حاجه حواليا خالص. دي يعني في النقطه اللي انا فيها طبعا في حواليا مباني ورا هنا. الانفورميشن سنتر بتاع كويتبو فورست دي هي ده المركز اللي بتستعلم عن الغابه، لان هي فيها انشطه ركوب خيل وتسلق اشجار وحاجات زي كده. وهنخش دلوقتي فيها. لو عرفت تعمل حاجه من الحاجات دي هعملها طبعا. الغابه دي من الغابات اصلا المشهوره هنا الى حد ما بالانشطه زي كده، وان انت تمشي برضو حوالين اشجار صنوبر. الصنوبر دي اشجار مميزه قوي هنا، وهي اصلا اكتر مصدر لاشجار صنوبر اللي بتنتج هنا في ادليد هنا من الغابه دي، لان هي مشهوره هنا قوي. وهقول لكم برضو شويه تاريخ عن الغابه دي لما ندخل بقى جوه ونتمشى جوه وكده. انا دلوقتي كل زي ما قلت لكم مش في الغابه ذات نفسها، انا بس مجرد بتمشى حواليها لان المنظر ده عجبني جدا جدا جدا. مش عايز اتعمق قوي جوه بصراحه، لان انا لسه قدامي ماشي برضو جوه الغابه ذات نفسها عشان ما ابعدش قوي، عشان ابدا بقى ايه الرحله بتاعتي جوه. الطبيعه يا جماعه جامده جدا بجد. يعني انا محتاج اروق دماغي واصفيه كده واعمل له ريست او ريستارت. اروح اي كده مكان. زي ما قلت لكم انا عندي اماكن كتيره جدا في دماغي كتبها كده في لسه معينه، عشان كل مره ان شاء الله اروح مكان اصور فيه فيديو ونشوف مع بعض ونتكلم عنه لو ليه نبذه تاريخيه كده. يعني محتاج ان انا اقولها عن المكان اللي انا اروحه، ولكن المكان ده من ضمن الاماكن بصراحه جامده جدا. هنخش دلوقتي نستكشف المكان ده مع بعض ونشوفه ونشوف الدنيا هناك عامله ازاي، لان انا بصراحه متشوق جدا ادخل جوه. انا اصلا شفت فيديو ليه على اليوتيوب. وطبعا هنتكلم عن الموضوع بتاعنا النهارده يا جماعه. انا مهاجر مصري هنا، عايش هنا في استراليا تقريبا بقالي 8 سنين وشويه. عشت بس في جنوب استراليا هنا في مدينه ادليد، فكل خبرتي هنا في المدينه. فنستعرض مع بعض بقى ايه، نتكلم بقى على طبعا مكان على الارض او على الكره الارضيه جنه او مكان نار. اي بلد في العالم فيها عيوب ومزايا طبعا، ولكن نستعرض الكلام ده كله مع بعض من واقع خبرتي انا ومن واقع تجاربي انا. فيلا بقى نبدا الفلوج بتاعنا وهنستمتع جدا بالتمشيه جوه الغابه. نخش دلوقتي مركز الانفورميشن بتاع الغابه دي عشان نعرف ايه الكلام عن الغابه دي، وفي مثلا تيكتس لازم اجيبها والكلام ده كله. فيلا بينا نخش دلوقتي الانفورميشن سنتر. يا ريت يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو كل واحد يعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب على القناه بتاعتي، وبرده لو مش عامل تفعيل للشعار بتاع الجرس عشان يوصل لك اشعار بكل فيديو بنزله هنا في القناه. على فكره كمان كنت عايز اخش الباب هنا، ولكن هنا مكتوب ان مفيش اي حد. Hi, how's it going? You've been alright? I've just heard about there's like activities happening here in the forest, isn't it? I'm not sure. You're not sure about that? Okay. Yeah, so we have, it depends on who it is. So we have a lot of people come in and use the forest for public activities. Yeah, exactly. Forestry SA doesn't necessarily oversee that. Do you remember which campground or where? No, I'm just talking about like, let's say horse riding and tree climbing and all these kind of activities. Tree climb, Yeah. head out and turn right. Yeah. Not very far along the road. Forestry SA manages the forest estate. Yeah, okay. But we don't provide activities. So Yeah, if you sure. had your own horse and said I want a permit, we can say here's a permit. Yeah, all right. But we don't actually run it as sort of an It's activity. public activity for That's the right, publicity. yeah. But there's over there's loads of really great walks. So Forestry SA, we manage, I think it's like 16,000 hectares of native forest. Oh, really? So there's 16,000? a lot of it. Oh, yeah, all right. And it's quite spread out. Yeah, So
up at Mount Crawford, we've also got a lot of really beautiful campsites. Oh. The native trees. Oh, gum yeah, trees yeah. And stuff. So that's like the native forest. Yeah. And then forestry also has a lot of like the pine stands. So Oh, the yeah, really yeah. tall ones. I can. There's lots of lovely mushrooms. Yeah. I leave. I think it's a good idea to have a look on them. طبعا يا جماعه الست عامله معايا مجهود جامد، لسه هتوريني دلوقتي الاماكن اللي فيها المشرومز ونشوف بقى بعض الاماكن بقى. Yeah, sure. Okay. So this is the ones that you're talking about. They're Yeah. like the kind of Oh, they're the one. classics. They're the one I'm talking about. Yeah. Yeah. So you'll find those. You'll find a lot of these little things. Okay. There's a lot of them around. I've never seen any of these. I mean, I think that's the one that we pretty much eat it, right? I don't know. No. I wouldn't eat any of these myself. Okay. Yeah. It's like the one that we eat, kind of, but probably that's the one we eat it, right? Yellowstainer. Yeah, That's that was the one Stena, that yeah. looks like a field mushroom. Yeah. But when you rub it, it goes yellow. Okay. That one will kill you. That's one, yeah. Oh, really? Yeah. Oh. Yeah, no good. So Thanks for your time anyway. No Thanks for worries, your time. have fun. Thanks. Bye. Have a good day, okay? Cheers. Thanks. Bye-bye. See ya. Bye-bye. طب يا جماعه دلوقتي زي ما انتم شايفين انا الست بصراحه يعني قضت معايا وقت كتير، قعدت تقول لي فين الاقي اكتر مكان يعني حيوي اتمشى فيه والاقي الحاجات اللي قلت لكم عليها. هو واضح ان المكان اللي انا فيه ده هو مركز الاستعلام على المعلومات بتاع المكان بتاعت الغابه اللي انا فيها، ولكن زي ما انتم شايفين اللي هو التشوكرلو مكان اللي هو اللي اغلب الناس بتروح عشان تتمشى فيه وتستكشف المكان وكده، فهتجه ناحيه المكان ناحيه الاتجاه ده كده بالعربيه. وبعدين برضو قالت لي التري كلايمب برضو قدامه الناحيه الثانيه بقى الاقي برضو المشرومز بقى اللي هو الفلاي اجاريك واليلو مش عارف ايه والانواع الغريبه دي. هي بتقول لي اغلبهم اصلا فيهم سموم وكده ومضرين، ف يعني بلاش نقرب منهم وناكل اي حاجه. اصلا كده اصلا المشرومز مش من الحاجات اللي هي يعني مفضله ليا. فيلا نركب العربيه دلوقتي ونطلع على مكان نستكشف المكان ونبدا بقى يومنا. يلا بينا. وصلنا دلوقتي تشوكرلو كويتبو فورست كامب جراوند انترانس 200 meters ahead. وعلى فكره يا جماعه المكان هنا تحس ان هو يعني في ناس كتير، يعني في زي ما انتم شايفين فينا ناس على اليمين قاعده ومستقنيصه، وفي ايه ده شكلهم مصريين، في شكل جماعه هنا مصريين يا جماعه. وفي هنا برضو قدام الناحيه التانيه عربيات زي ما انتم شايفين وناس عماله بقى تشوي هناك وعاملين كامبينج وحاجات زي كده. فشكل المكان لطيف هنا وهنستكشف حاجات حلوه. نزلت دلوقتي على فكره معايا العربيه بتاعتي. المكان بصراحه زي ما انتم شايفين هو يعتبر غابه كبيره جدا، تقريبا على مساحه مش عارف 3600 فدان حاجه زي كده، منها 2000 وشويه من اللي هي السنوبر اللي قلت لكم عليها دي، اللي هي الاشجار الطويله قوي اللي انا قلت لكم اصلا في البدايه. هي دي يعتبر على فكره من اكتر الغابات زي ما قلت لكم انا عايز اوريكم بس كده المنظر قدامي، من اكتر الغابات اللي بيعتمدوا عليها المصدر الرئيسي لانتاج الخشب الصنوبر ده يا جماعه. من يعني هي اصلا الغابه دي اصلا معموله في اواخر الثمانينات تقريبا، من 1899 ل 1903 حاجه زي كده، يعني حوالي اكتر من 140 سنه. هي اصلا تعتبر من الاماكن التراثيه المدرجه في لسته الاماكن التراثيه الموجوده هنا في جنوب استراليا، لان هي زي ما قلت لكم تاريخها تقريبا من 150 سنه، وكانوا بيعتمدوا عليها ولغايه دلوقتي ما زال بيعتمدوا عليها في انتاج اخشاب الصنوبر زي ما قلت لكم يا جماعه، في الغابات الطويله قوي او في الاشجار الطويله قوي اللي هي اللي حواليها زي ما انتم شايفين. ولسه على فكره لغايه دلوقتي برضه بيعتمدوا عليها المصدر الرئيسي للموضوع ده جدا. فهي غابه يعتبر مهمه جدا هنا للولايه، وبصراحه المناظر هي جامده جدا. يعني هو مكان بصراحه ممتاز للتخييم. زي ما انتم شايفين دي بحيره، هي بحيره راكده تماما، ولكن زي ما انتم شايفين يا جماعه هنا العيله اللي قدامنا دي عاملين بقى فرشين الفرشه وعمالين بقى يعملوا لحمه بقى وبرجر ومش عارف ايه وبتاع الباربيكيو بقى واللازم منه، عمالين بقى ياكلوا وانا جعان وجعان جدا. وطبعا مش هينفع اقول لهم هاتوا حته ولا هاتوا شطيره برجر. بس حلو في المكان اصلا ان هو زي ما قلت لكم هي غابه كده تحس ان هي مرميه في اخر الولايه تماما، بس فيها ناس. الموضوع ده انا عمري ما شفته في يعني ما حسيته قبل كده. دايما الاماكن دي دايما بتكون منعزله كده مع نفسها، ما فيش بني ادم خالص، يعني تقريبا بيبقى انا البني ادم الوحيد اللي ماشي فيها يعني. فالموضوع ده مميز قوي. دايما يا جماعه الناس هنا بتيجي
الفور باي فور او الفور ويلز درايف زي ما انتم شايفين كده. الكرفانات بقى يعني ممكن الناس بتقعد باليومين والثلاثه، وهنا بقى اللي هي الايه اللاند كروزرز والكلام ده كله تبقى حاجات رئيسيه عشان العجل بتاعها والعزم بتاعها يستحمل الطرق المتعرجه دي، لان اصلا الطرق هنا مش متسفلته. فهي احسن حاجه زي ما قلت لكم يا جماعه تيجوا هنا بجي واجن سوري مش جي واجن، تيجي بفور ويل درايف العربيه اللي قدامنا دي. وانا العربيه بتاعتي سيدان، يعني تقريبا انا الوحيد هنا في الغابه كلها اللي جايب عربيه سيدان. يعني فكره انا محظوظ النهارده الحمد لله، اخترت تقريبا يوم مناسب، لان احنا الفتره دي في مطره جامده جدا ورعد وبرق وحاجات زي كده غريبه يعني، والاجواء متقلبه الى حد ما. النهارده يوم بصراحه مشمس وجميل. استراليا اصلا اجواءها زي ما انتم عارفين متقلبه جدا، ممكن بتجرب حرفيا الاربع فصول في نفس اليوم، برد شتاء حر صيف ربيع خريف، حرفيا كله. زي ما انتم شايفين برضو هنا في بوابه بتدخل بقى ايه ل مواقع كامبينج. زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال في مواقع كامبينج. هي الدنيا هنا ماشيه كده. على فكره يا جماعه في برضو حته قدام، انا طلعت بالعربيه قدام شويه، في مكان ممكن بتدخلوا عادي تتمشى فيه عادي جدا، وتدخل بالعربيه كمان عادي جدا تتمشى فيه فقط. ولكن لو عايز تعمل كامبينج بقى يعني بعد بوابه معينه، هو مكتوب اصلا على البوابه في يافطه موجوده مكتوب لو انت حابب تعمل كامبينج لازم تكون واخد تصريح من الهيئه المخصصه للمكان ده بتاع الكامبينج والكامبينج سايت والكلام ده كله، وتكون دافع كمان الفيس بتاعتها عشان تعمل كامبينج في المكان اللي بعد البوابه اللي احنا هنتمشي ليه دلوقتي. دي لسه هنتمشي تمشيه حلوه يعني في المكان هنا. يعني المكان اللي حواليه ده كله زي ما انتم شايفين كله ببلاش، كله هنا ببلاش، كل ده ببلاش. داير ما يدور حواليا اهو، وده الطريق اللي ورايا اللي بيطلع على الطريق الرئيسي. كل ده عادي جدا ببلاش، ممكن تعمل فيه كامبينج ببلاش وبراحتك جدا زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال. ولكن بعد البوابه اللي انا هروحها دلوقتي لازم تخش اونلاين وتدفع فيه معينه عشان تعرف تعمل كامبينج. لان لو واحد مثلا من الانسبكتور ولا حاجه دخل وقال لك فين التصريح او فين مثلا ايميل بالفيز اللي انت دافعها وملاش معاك الفيز دي، هتدفع غرامه جامده جدا. يا جماعه شجره غريبه جدا، شجره شكلها غريب كده ومشقوقه من نص شقه كبير قوي، تحس ان هو بيت لحاجه معينه. هنا طبعا في بركه صغيره كده لونها اسود، فمش هينفع نقرب منها اكتر من كده. هي دي يا جماعه البوابه زي ما قلت لكم عليها. زي ما انتم شايفين have you paid the campsite fees a valid camping permit is required past this point. لازم تخش على الموقع اللي تحت ده online bookings and payment only visit forestrysa.com.au/camping penalties apply for failing to purchase a permit. غرامه توقع عليك لو انت ما دفعتش الفيز بتاعت الكامبينج بعد النقطه اللي انا اعديها دي. زي ما انتم شايفين البوابه هي دي بوابه خشب، تحس ان هي معموله من ايام المماليك كده شكلها جامد. ولاد الذين برضو عارفين يعملوا فلوس ازاي، لانهم عارفين ان كل ما بتقدم قدام كل ما الصفاء بيزيد اكتر والحياه البريه يعني بتبقى ظاهره اكتر، لان طبعا قريب من الطريق. ففي طبعا بقى كل الناس بيجوا بيروحوا راكنين في اقرب مكان على طول، بيروحوا عاملين كام سايت وبيكسلوا طبعا يطلعوا قدام. ولكن هم عارفين بيعملوا ايه طبعا، وعارفين طبعا قدام برضو في حياه بريه اكتر بقى وطيور ومش عارف ايه وكده، فالموضوع هيبقى انترستنج اكتر بكتير من الاماكن اللي ورا. هنا في طينه مش عايز ادوس. انا اصلا بصوا يا جماعه لابس كوتشي ضخم عشان الطينه والكلام ده كنت عامل حساب عليه. انتم شايفين يا جماعه هنا الاماكن اللي على اليمين وعلى الشمال متقسمه، يعني هنا مثلا كامب سايت 9 او 10. الغابه بصراحه شكلها جامد جدا، الاجواء بصراحه لطيفه جدا وصافيه جدا 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 جدا. انا دلوقتي قاعد تقريبا لما محمد هنيدي قال في اهدى مكان في العالم، لا انا بجد مش مبالغه، مش زي ما هو كان بيحور، انا قاعد فعلا في اهدى مكان في العالم. نبدا الموضوع بتاعنا من النقطه اللي انا بتكلم عليها دي. فعلا يعني دي نقطه من النقط مهمه جدا في استراليا. هنا الطبيعه انا مش هقول رقم واحد، ولكن هي من الحاجات المهمه جدا 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 جدا. طبعا بتبقى تفضيلات، في ناس بتحب الحياه الليليه وفي ناس بتحب الحاجات التانية او مثلا السيتي لايف او الداون تاون وكده، ولكن انا طبعا الطبيعه برضو بالنسبه لي من الحاجات المهمه جدا جدا. فدي من الحاجات اللي ممكن اقولها هي من اكتر الحاجات اللي بتميز استراليا. الطبيعه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. وعلى فكره لو حد اتفرج عليا في الفيديو اللي فات، انا قلت على فكره في الفيديو اللي فات ان الطبيعه هنا ما فيهاش تنوع رهيب، يعني مش هتلاقي حاجات مختلفه كتيره قوي قوي، هو اغلبها هتلاقيها غابات كده زي ما انتم شايفين
واشجار وحاجات زي كده، ومساحات خضراء كبيره جدا جدا جدا، لان ده استراليا كده اصلا موطن بقى للكنجروز وكده. الكنجروز اصلا بتحب المناطق الاستوائيه والاشجار والكلام زي كده والمساحات الخضراء الشاسعه. الشويه اللي انا قاعدهم اصلا دولت هيعملوا لي ثيرابي في دماغي. يعني انا دلوقتي هروح الشغل بعد المكان هنا، بخلص الرحله بتاعتي هنا وهطلع الشغل وانا بالي صافي كده. عشان برضه تبقوا عارفين انا ما لفتش استراليا كلها، يعني في اماكن كتير جدا في استراليا انا لسه ما رحتهاش. انا بحاول يعني بدات الى حد ما بقى لي مثلا سنتين ممكن ان انا اروح على قد ما اقدر الاماكن اللي ممكن اقدر اروحها. ساعات بيجي في دماغي بقول طب الفلوس اللي انا ممكن ادفعها مثلا عشان اروح ولايه تانية ولا حاجه، طب ما اروح بلد تانية. بس يعني الى حد ما انا مش هقول ده فكر صح ولا غلط، ولكن هي بتبقى تفضيلات في الاول وفي الاخر، وممكن اعمل الاثنين برضو. ولكن انا بصراحه كان عندي كده تفضيل في دماغي يعني، ولسه الى حد ما عندي، بس الموضوع قل شويه. ان انا مثلا لو هدفع فلوس معينه ممكن لا ادفعها في ان انا استكشف بلد تانية جديده تماما، بناس جديده، باكل جديد، بشعب جديد، بثقافه جديده، ببلا بلا بلا الكلام ده كله. اولى عندي من ان انا اخش بلد بقى واتوغل فيها. يعني هي استراليا كبيره جدا، المساحه اللي فيها سكان قليله برضو. يعني هي اصلا استراليا كلها تقريبا 26.5 مليون في 7 ولايات. يعني بلد زي امريكا مثلا مش عارف 50 52 ولايه حاجه زي كده، لو قلت رقم غلط مش عارف، ولكن تقريبا حوالين الرقم ده. فدي يا جماعه حاجه من الحاجات اللي بتميز استراليا، الطبيعه هي رقم واحد. حاجه يا جماعه من الحاجات المهمه جدا برضو هنا في استراليا، واللي تقريبا اتكلمت فيها قبل كده واللي هفضل اتكلم عليها بصراحه لان هي حاجه باينه مميزه فيها جدا، العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه هنا يا جماعه، وده اللي اقصد بيه، في حاجه اسمها الفير ورك اس اي دي اللي هي ساوث استراليا، دي الولايه اللي انا قاعد فيها. في طبعا كل ولايه اسم تاني، يعني حد ادنى وحد اقصى للمرتبات. والمرتبات دي يا جماعه يعني الحد الادنى هنا تقريبا للناس اللي هم البالغين مش الطلاب، يعني الطلاب ممكن اقل من الرقم اللي هقول عليه ده، ولكن الحد الادنى هنا تقريبا بنتكلم في حوالي 25 دولار تقريبا، يعني ممكن اقل اكتر حاجه بسيطه على حسب المكان، على حسب المجال اللي انت شغال فيه، ولكن تقريبا بنتكلم في حوالي 25 دولار. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتميز استراليا جدا. تقريبا مفيش فروق رهيبه ما بين الناس وبعضها. هنا في طبعا اكيد وظائف المرتبات بتاعتها اعلى بكتير عن وظائف ثانيه، وده طبيعي جدا، اكيد مش كله زي بعض، ولكن في حد ادنى. اهم حاجه ان في حد ادنى. الحد الادنى ده طبعا بيضمن لك ان انت تعيش مستوى حياه معين وتقريبا مماثل ومشابه لكل الناس اللي حواليك. صعب جدا ان انت تميز مين كذا ومين كذا. مش عايز اقول حتى والله يعني الموضوع بالنسبه لي انا مش عايز اقول وظائف معينه عشان ما حسيتش ان الوظائف دي اعلى من تاني، لان فعلا يا جماعه الواقع بتاع الكون اللي احنا فيه مفيش حاجه اسمها حد احسن من حد فعلا. ودي حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي هتعلمها هنا في استراليا، ان فعلا يعني موضوع الوظائف ده هو ممكن ثقافه معينه عند بلاد معينه، ان في وظائف معينه وده كذا وده كذا وبنت عمتك كذا والكلام ده كله. انا حتى مش عايز اقول اسماء الوظائف. في ايميل جالي ثواني عايز اشوفه. اوكي، حتى لو في فروق يعني ما بينها وبين بعضها، في طبعا اكيد فرق، مش كله زي بعضه بالملي، ولكن الحد الادنى ده بيخليك شكلك، مظهرك، سكنك، اكلك، شربك، بتعرف تجيب كل حاجه باريحيه ومفيش اي مجهود ولا اي تعب تقريبا. يعني طبعا اكيد الاسعار في كل حته في العالم زادت، والموضوع ده على فكره تقريبا ليه تاثير الى حد ما هنا في البلد الى حد ما، ولكن برضو لسه ما نالش من الناس قوي، لسه بدري قوي يعني، ويا رب ما ينول من حد في اي بلد في العالم يعني. ولكن يا جماعه كله هنا بيقبض القبض اللي بيخليه، او القوه الشرائيه للعمله هنا اصلا مع القبض دي مع دي بتعرف تجيب كل حاجه باريحيه. ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا يا جماعه، العداله الاجتماعيه في الوظائف والمرتبات، كله بيقبض زي بعضه، كله شبه بعضه، كله تقريبا ممكن الى حد ما طريقه الكلام، المستوى الثقافي والاجتماعي والدراسه دي حاجه ثانيه، ولكن بتكلم على الفلوس يا جماعه. الموضوع هنا مماثل جدا جدا، ورغم كده زي ما قلت لكم برضه عشان انهي الحته دي، بان في اكيد وظائف برضه معينه اكيد الدخل السنوي بتاعها اكيد اعلى من حاجات تانية، وفي حاجات اعلى واعلى واعلى، ودي ممكن نتكلم فيها برضو في فيديو كده لوحده عن ايه اكتر الوظائف اللي في استراليا اللي الدخل السنوي بتاعها اعلى. ممكن مثلا اول 5 أو 10 وظائف ولا حاجه. الاب والابن دول بيلعبوا طبق الطايش. انا على فكره مش عايز اكمل قدام، يعني ممكن اكمل قدام شويه لان برضو بصراحه المشي بيبقى حلو. انا كده كده يعني بعمل فتنس مع نفسي، ولكن المشي هنا بصراحه حاجه جامده جدا. لسه الطريق قدامي الى حد ما يعني طويل شويه، هو اكيد طويل قوي ولكن مش هكمله طبعا لغايه اخره، لان لو قعدت اكمل قدام مش هخلص يعني. الميزه الثالثه يا جماعه اللي انا شايفها هنا في استراليا بصراحه الورك لايف بالانس، او التوازن ما بين حياتك العمليه وحياتك الشخصيه. لو اي بلد وصلت لها انت كده خلاص يا معلم، وصلت كده مرحله الوحش، يعني انت كده وصلت اقصى درجات مش هقول الرفاهيه ولكن الراحه النفسيه الى حد ما. عشان برضه يا جماعه ما حدش يفتكر بجد ان الحياه هنا جنه، اكيد والله فعلا الحياه مش هنا مش كده.
زي ما قلت لكم مفيش مكان على الكره الارضيه كلها جنه ولا مكان نار اكيد، ولكن هي الفكره ان انت طبعا بيختلف على حسب دماغ الواحد، برضو المينتاليتي بتاعته والمايند سيت بتاعته بيختلف، برضو على شغله بيختلف، على شخصيته، على وضعه الاجتماعي، وبيعرف يفصل ما بين الشغل وما بين حياته العمليه والشخصيه ازاي. الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها عشان تحقق الورك لايف بالانس المبدا بتاعه موجود هنا في استراليا. كله بيرجع ليك على حسب شغلك، نوعيه شغلك، الاسترس اللي فيها عامل ازاي، وكميه الضغط اللي فيها عامل ازاي. دي اول حاجه. على حسب انت بتشتغل كام ساعه. في ناس بتشتغل على فكره يا جماعه والله 70 و80 ساعه، في ناس بتموت نفسها في الشغل فعلا. وطبعا انا دي حاجه مش برجحها خالص خالص، يعني انا مش من ضمن الناس اللي هو اقعد اموت نفسي في الشغل يعني ليل نهار. الى حد ما في ايام بتبقى كده، في ايام بتبقى كده، ولكن في الاول وفي الاخر برضو انت بتبقى عارف دماغك لما بتفصل من الشغل، بتبقى عارف امتى. مش دايما كل طبعا بيبقى عارف يعمل الحته دي، وتبقى عارف برضو انت بتحب تعمل ايه كل يوم، وايه الحاجات اللي بتخليك تفصل من الشغل. انا عن نفسي ممكن اروح رود تريب، اروح طبعا الجيم، العب كوره، اصور فيديوهات زي ما انا بعمل كده دلوقتي. حاجه طبعا حلوه اكيد ان الواحد يكون معاه عيله، انا ما قلتش ان ده حلو وده وحش او العكس، ولكن برضو ده اكيد الى حد ما ممكن ياثر في حياه الواحد. بيفرق طبعا اكيد من شخص للتاني، ولكن انا عن نفسي بالوضعيه اللي انا فيها حاليا وظروفي الحاليه انا شخصيا لا، الموضوع بالنسبه لي لطيف جدا وعادي جدا، مش مشاكل. فده الى حد ما انا شايفه اكيد برضو ممكن بيشيل من عليك ضغوط. البيز لاين بتاع الموضوع انت حياتك عامله ازاي، شغلك عامل ازاي، عدد الساعات اللي بتشتغلها عامل ازاي، شغلك ذات نفسه الضغط اللي فيه عامل ازاي. انت بتعرف تفصل نفسك مود الشغل عن الحياه الشخصيه ازاي، وبتعمل ايه، وفعلا هل ده فعلا بيروق كده دماغك وبيعمل لها ريست عشان تبدا شغل تاني ولا لا. فدي نقطه مهمه جدا. رابع حاجه يا جماعه، يعني نقطه مهمه جدا بالنسبه لي برضو، المساحه الشخصيه والامن والامان. مفيش حد ليه دعوه بحد خالص. في حاجه معينه مثلا عملتها غلط، زي ما قلت لكم مثلا وانت في الطريق ولا حاجه، بطأت في الطريق بتاع بلا بلا بلا، الكلام ده كله حد بيكلكس لك. يعني تخيل، انا بقول لك يعني التدخل في حياه الناس في بعضها هنا بيبقى واصل لحد فين، مش كبير خالص. انت بتبقى عايش حياتك مع نفسك، تعمل اللي انت عايزه، مفيش حد ليه دعوه بيه خالص، كل واحد في حاله. حتى في الشارع قليل قوي لما حد يبص عليك. مثلا يعني مثلا انا قاعد هنا، طبعا انا هنا في الهو خالص، مفيش حد حواليا الا ناس قليله، ولكن انت لو عايز تعمل اي حاجه براحتك خالص، محدش يقول لك انت بتعمل ايه ولا رايح فين ولا جاي منين والكلام ده كله، ولا حد هيدخل في حياتك. البلد هنا بصراحه امان بنسبه كبيره جدا. اي طبعا حاجه فيها جرائم قتل والكلام ده كله، على فكره جرائم القتل الى حد ما او الجرائم بشكل عام سواء قتل او اي حاجه تانية، يعني هي ممكن موجوده اكتر في الولايات اللي هي مزدحمه بالسكان جدا. يعني مثلا زي ولايه مثلا نيو ساوث ويلز اللي هي سيدني، الموجود فيها مدينه سيدني، وممكن فيكتوريا الى حد ما، وممكن الى حد ما ممكن هنا جنوب استراليا بصراحه الى حد ما برضه هنا نسبه الجريمه يعني ممكن تكون اعلى شويه. من واقع خبرتي وعشت هنا والاخبار اللي بسمعها هنا، هي تقريبا نيو ساوث ويلز هنا الى حد ما، مع ان انا هنا بقول هنا امان جدا، انا مش حاسس بالكلام ده خالص، ولكن هي امان طبعا. اي ولايه في استراليا يا جماعه هي امان، ولكن مفيش مكان في العالم هيبقى جنه او مفيش مكان هيبقى نار. استجابه البوليس للحاجات اللي انت بتعمل لهم بلاغ او بتقول لهم عليها مش كبيره قوي، ولكن هي موجوده. على حسب طبعا الحاجه دي، ممكن برضو حاجه احنا ممكن يعني ناخد فيها مع بعض بالتفصيل اكتر، ولكن على حسب طبعا الحاجه انت مبلغ عنها. اكيد طبعا جريمه القتل غير مثلا سرقه موبايل ولا حاجه، ولكن طبعا اكيد هم بيستجيبوا على حسب الولايه، على حسب بقى ضابط الشرطه، بتفرق على حسب حاجات كتير. فدي نقطه مهمه جدا هنا في استراليا. ممكن تاخد المواطنه او الجنسيه في نهايه المشوار. في بلاد كتير جدا يا جماعه زي ما احنا عارفين، خاصه دول الخليج، انت مهما قعدت هناك ما حدش هيديك هناك جنسيه، اخرك ممكن تاخد اقامه، هي لازم تتجدد كل فتره تقريبا، يعني على حسب ما انا عارف. الجنسيه يا جماعه حاجه فعلا من الحاجات اللي انت بتحس ان انت وقتك بتستثمر فيه، تحت ان انت في الاخر كده تاخد الجنسيه. والجنسيه طبعا دي بتخليك طبعا ان انت قاعد مرتاح البال، مفيش اي طبعا ضغط عليك ان انت في وقت من الاوقات مثلا محتاج تمشي، ولا بقى طبعا الضغط بتاع ان انت لازم تجدد الاقامه كل فتره، وتعيش طبعا عارف ان انت مثلا سواء قعدت بقى 5 10 12 15 سنه او حاجه، في نهايه المطاف انت مش هتاخد الجنسيه ولا حاجه. الجنسيه طبعا اكيد هنا بتديك طبعا اكيد حقوق معينه زياده، ولكن برضو الاقامه الدايمه برضو اكيد بتديك تقريبا 80% من الحقوق تقريبا يعني. سادس ميزه يا جماعه هنا في استراليا هي التنوع الثقافي والاجتماعي والعرقي هنا في البلد. استراليا دوله هجره وبتفتح ابوابها للهجره لاي بلد في العالم. اكتر ولايتين فيهم تنوع ثقافي وعرقي تقريبا الى حد ما اكتر من هنا شويه،
ممكن نكون انت بنتكلم طبعا عن اشهر ولايتين او اشهر مدينتين، فيكتوريا طبعا هي مدينتها ملبورن، او نيو ساوث ويلز اللي هي مدينتها سيدني. ولكن في كل استراليا بشكل عام في كل 7 ولايات هتلاقي كل الثقافات والاعراق والديانات والاشكال وكل حاجه موجوده هنا في استراليا. كل ما بتتعامل مع ناس اكتر كل ما دماغك بتتفتح اكتر، وبتبقى طبعا عندك خبره اكتر بكتير جدا، وعندك تقبل ان انت بتتعامل مع الناس المختلفين عنك، وطبعا مع الاعتبارات طبعا الدينيه والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم على ايه تحديدا يعني، حاجه مهمه جدا للناس اللي بتحب الاكل اللي زي حالاتي يعني. موضوع الاكل يا جماعه هنا استراليا زي ما احنا عارفين بلد ملهاش ثقافه قوي، لان هي تقريبا هي كل تاريخها تقريبا 250 سنه. فكل الاكل هنا هتلاقيه اما طبعا مطابخ مختلفه في العالم كله، زي مثلا ايطالي، هندي، مصري، يوناني، مثلا من نيبال، في فيتنامي، تايلاندي كده. فهي بلد يعني بلد ملهاش ثقافه معينه خاصه بيها او اكلات معينه خاصه بيها، ولكن تنوع كده او خليط. مش عارف في يا جماعه هنا على فكره بغبغان اسمه كوكاتو. الكوكاتو ده على فكره من انواع يعني مزعجه جدا وصوتها عالي جدا، عشان كده الناس اللي بتجيبه هنا تربيه في البيوت عندها بيشتكوا جدا من الموضوع ده، فهو كان صوته عالي جدا عمال يصوت. فنرجع لموضوعنا، فدي نقطه مهمه جدا برضو، ان انت هتلاقي كل انواع قدامك وكل انواع الاكل قدامك، كل انواع اللبس، الثقافات، التعامل، الطريقه، الاكسنت، كل حاجه موجوده هنا. فدي نقطه حلوه جدا هنا في استراليا. الميزه يا جماعه السبعه اللي انا عايز اتكلم عليها، الموقع الجغرافي بتاع استراليا. على فكره في ناس ممكن تحط النقطه دي في المزايا او العيوب على حسب راي كل واحد، وعلى حسب تفضيلات كل واحد في انهي جزء في كوكب الارض او الكره الارضيه عايز تحط فيه. ولكن انا ممكن احطها في الميزه وبرده في الفيديو بتاع العيوب، لان انا برده هنزل فيديو تاني الحاجات اللي في استراليا اللي انا شايفها الى حد ما مش مزايا، فدي ممكن احطها تقريبا في المزايا والعيوب. ولكن الموقع الجغرافي بتاع استراليا يا جماعه حاجه من ضمن الحاجات المميزه انا شايفها، لان هاوز جوين منعزل، حرفيا منعزل. اي حاجه بتذاع في نشره الاخبار او حاجه مثلا بتحصل لا قدر الله، طبعا يا رب يوقف كل حاجه ما بين اي بلد وبلد، او اي خلاف او اي حروب او الكلام ده كله يا رب ان شاء الله. ولكن كل حاجه بتحصل في اي بلد ما بين بلد والتانيه احنا بعيد عنها تماما، وبعيد عن المنازعات والمشاكسات اللي ما بين الدول وبعضها. لان اصلا لو حد فكر يضربنا هنا انت محتاج يا معلم تقريبا 12000 كيلو متر، فاحنا يا جماعه بعيد عن كل ده كله. فانت يعتبر لحد ما في انعزال. احنا عندنا هنا الاسعار بتتاثر، لان طبعا دي حاجه عالميه ليها علاقه طبعا بالصادرات والواردات والانتاج والاستهلاك والكلام ده كله، فدي حاجه تانية. والعمله الى حد ما الدولار الاسترالي ما بيتاثرش خالص، بيعلى بيوطى، بيعلى ساعات بيوطى ساعات، بس تقريبا الاغلب بيعلى يعني مثلا في فتره من فترات كان البنزين في الفتره اللي هي البنزين فيها عالي قوي كان تقريبا ب $2 و40 سنت، دلوقتي تقريبا حوالي 160 وساعات بيوصل 150 و140 كمان. انت في انعزال عن اي حاجه وحشه بتحصل. ان شاء الله الامن والامان على كل بلاد الكره الارضيه يا رب ان شاء الله. البيروقراطيه هنا يا جماعه مش حاجه من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اعتبرها عيوب خالص، لا هي تقريبا كل حاجه بتخلص اغلبها اونلاين، مخالفه او اي حاجه سواء بقى طريق او حتى لو دخلت في الكامب سايت هنا من غير ما تدفع الفي اللي انت المفروض تدفعها، حتى الغرامه اللي هتدفعها ممكن تدفعها اونلاين. فالبيروقراطيه هنا تقريبا مش بتاخد وقت ومش معقده. انا شايف كده من خبره تقريبا 8 سنين. حتى لو انت محتاج تعمل حاجه يعني ورقيا، لو انت مثلا محتاج تتعامل مع بشر ولا حاجه، الموضوع برده ما اعتقدش انه بياخد وقت كبير. في طبعا اكيد مجهود بيتحط مش بالقدر اللي انا شايفه متعب او مهلك، او ان انت مثلا تقول يا وقرف وتقعد تهفف والكلام ده كله مش موجود خالص. في الحاجات كلها تقريبا بتخلص في وقت مش طويل خالص، وفي حاجات على فكره بتخلص كده، وفي حاجات بتخلص في ضغطه ماوس بتاع الكمبيوتر او حتى على الموبايل بتاعك. فموضوع البيروقراطيه هنا ما تقلقش منه خالص، مش هيتعبك، وكله بيخلص تقريبا في وقت الى حد ما مناسب وسريع. لما تاخد ان شاء الله الجنسيه وبعدين تطلع باسبور من احسن الباسبورات اللي ممكن تدخلك اكبر كميه بلاد في العالم. هو الرانكينج انا مش دايما باخد بيه، لان انا مش بعترف بيه قوي. الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع عاشر اول 10 تقريبا الى حد ما كلهم شبه بعض. ادام انت ممكن تدخل كندا، امريكا، احنا كده اوريدي في استراليا دول اوروبا كلها، اي بلد من البلاد اللي هي معروف الناس بتروحها على طول يبقى انت كده في التمام. لكن البلاد بقى اللي انت بتاخد فيزتها من اول ما توصل على المطار والكلام ده كله، ما اعتقدش برضه ان دي حاجه عائق يعني، لان في بلاد زي ما قلت لكم هي بتدخل تقريبا 170 و180 دوله فيزا فري، وفي منهم برضه فيزا اون ارايفل، يعني من اول ما تدخل المطار بيديك الفيزا من اول ما تدخل المطار. بس انا مش شايف بصراحه في فرق كبير
ما بين الاثنين الموضوع بسيط. انت من اول ما تدخل المطار اداره الهجره تقريبا بتاخد الستامب بتاع الفيزا بتاعه البلد اللي انت هتدخلها وخلاص. الموضوع ممكن بياخد نص ساعه. فالباسبور بتاع استراليا قوي جدا. 10 حاجه يا جماعه واخر حاجه في المزايا بتاعه استراليا قبل ما نقولها. لو انت حاسس لغايه دلوقتي ان الفيديو لطيف وانت مستفاد منه في حاجات فيه بتبقى مفيده، اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناه واعمل شير طبعا للفيديو ده لاي حد هيجي استراليا او بيفكر يجي استراليا عشان يستفاد. السيستم هنا في استراليا ده في اي حاجه على فكره، حتى في شغلك الشغل ليه سيستم معين بيخلي الاخطاء البشريه في الشغل الى حد ما بتبقى اقل حاجه ممكنه. طبعا كده كده الاخطاء بتحصل كده كده في الاول وفي الاخر، حتى مهما كان في سيستم قوي جدا، لان احنا بشر بنغلط وبنرتكب اخطاء على طول في اي حاجه، ولكن الموضوع ده بيقلل الاخطاء جدا. وبرده النظام ده يا جماعه حتى في السواقه، الطرق، وانت بتسوق عربيتك بتحس ان انت سايق عربيه لعبه، لان انت بتبقى في حارتك، كل واحد ملتزم بحارته. طبعا كده كده الحوادث بتحصل برضو، ولكن حتى لو عملت حادثه بيبقى فيه برضو سيستم معين او نظام معين خطوه بخطوه بتتبعه من اول ما بيحصل حادثه. بتكلم طبعا شركه التامين، واللي عمل الحادثه برضو الشخص الثاني بيكلم شركه التامين بتاعته، وبتتواصلوا مع بعض والموضوع بيتحل عادي، لا في خناقات ولا في شتايم ولا في اي خلافات سواء جسديه او لفظيه او الكلام ده كله. فالموضوع ده قوي جدا. السيستم برضو يا جماعه بيتطبق حتى لو انت بتعمل بيزنس، لو انت بتشتغل، حقوقك في الشغل، الكلام ده كله. الموضوع السيستم يا جماعه هنا قوي جدا، ولو انت مشيت عليه دنيتك هتبقى تمام وهترتاح جدا. ولكن لو انت طبعا خالفته وطلعت براه هتتكشف، وهيبقى يعني تبقى واضح جدا لان هو كله ماشي كده، فانت هتمشي كده فهتبقى باين جدا. فموضوع السيستم حاجه قويه جدا وبيخليك مرتاح ومطمن ومفيش اي قلق تقريبا. يعني مفيش حاجه طبعا ممتازه 100%، ولكن بنسبه الى حد ما مرضيه. انا يعني هضطر امشي كمان شويه لان انا عليا شغل. نوصل لنهايه الفيديو. لفينا لفه حلوه وكلمنا في اكتر مزايا انا شايفها من وجهه نظري هنا بعد 8 سنين او 8 سنين وشويه عيشه او اقامه في استراليا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، تديني دعم قوي جدا ان انا اكمل فيديوهات والقناه تكبر اكتر واكتر. ولو عندكم اي فكره فيديوهات يا جماعه اعملوها. انا ما عرفتش برضه اروح اشوف المشرومز لان الوقت تقريبا ازف. خدت وقت كبير شويه عقبال ما الاقي المكان ده، وعقبال بقى ما لقيت الطرق والانترنت ما كانش قوي قوي وكده. فان شاء الله المره الجايه نشوف المشرومز، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.